تحياتي. مين قال ان النوتيلا لازم نشتريها مبالغ كبيرة؟ النهاردة هعمل معاكم بديل النوتيلا الاقتصادي، ناعمة وبتلمع وقوامها كريمي يجنن. تنفع لسندوتشات الاولاد، للتزيين وحشو الكيكات، بتتاكل بالمعلقة من حلاوتها. ممكن نقول عليها شوكولاتة قابلة للدهن، يعني هنعمل فيها كل حاجة احنا عاوزينها. هنستخدمها في حاجات كتيرة جدا، وهوريكم مقادير بسيطة جدا عملنا منها كمية قد ايه. يعني انا كده ما شاء الله هملى العلبة دي، وكمان مليت بيها المج الكبير ده. كل اللي علينا هنجيب كوبايتين لبن، وهنرفعهم في طاسة على النار. بعد كده هنزل ب3 معالق سكر كبار، وبرضو هدوبهم كده حلو مع اللبن. هفضل بقى اقلب كده، وبعد كده هجيب ايه، هجيب 3 معالق كاكاو كبار برضو، و3 قطع شوكولاته، اي نوع شوكولاته انت بتحبيه. انا جبت هنا القطعه دي حلوه قوي، او المكعبات دي، مع 3 معالق كاكاو كبار. وهقلبهم برضو حلو قوي لغايه ما يدوب خالص في اللبن، والشوكولاته اتاكد ان هي ساحت ودابت خالص في اللبن. هقلب حلو بقى كده اهو. هندوب كده الشوكولاته خالص لغايه ما الشوكولاته والكاكاو ما يبانش خالص في اللبن كده. هقلب حلو، وهو كل ما يسخن كل ما كل ده هيدوب، ومش هيبقى فيه الشكل ده خالص. بس تخلي بالك ان هو اهم حاجه برضو ما يتحرقش كده اهو. هحط هنا معلقه قهوه اهي، معلقه، حتى لو عاوزه تحطي معلقه صغيره تمام، بس انا حطيت معلقه قهوه بني ساده. هنحط هنا كمان معلقة لبن بودر، وكل ده هنقلبه. كل ده زي ما احنا اتفقنا بنعزز الطعم بتاع الشوكولاتة. هنا بقى عندي 2 باكو بسكوت اهو، واحد بالشوكولاتة وواحد سادة، دول 2 كبار. وبرضه هتقولي قبليه واحد وواحد، لان طعم الكاكاو او طعم الشوكولاتة في البسكوت برضه بيعزز في الطعم، بيخلي النتيجة الطعم روعة. الاطفال هيحبوها ومش هيفرقوها خالص عن الجاهزة. هنقلب بقى هنا كل ده مع بعض. هننزل بقى البسكوت كده في الخليط بتاعنا كده، ونقلبه حلو قوي لغاية ما البسكوت يشرب كده من الشوكولاتة اهو، ونقلب حلو. وبعد كده نرفعه من على النار. بس انا ايه بتأكد كده ان البسكوت كله في الشوكولاتة اهو. سهلة وبسيطة وما خدتش مننا وقت خالص. ولو معايا لغاية دلوقتي، رجاء الاشتراك في القناة فضلا وليس امر. ان شاء الله هعمل لكم حاجات جديدة الفترة الجاية برضو. وهنا كده هنقلب البسكوت مع بعض اهو كده اهو. انا بس ايه كل ده بخلي البسكوت يتكسر في قلب الشوكولاتة اللي احنا عملناها عشان يهدى شوية، بس عشان لما انزله في الكبة اهو يكون ايه برد سنة. هضرب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعض ونشوف النتيجة. هنا بقى قبل طبعا ما اضرب كده، نسيت اقول لكم هحط مكعب سمنة او زبدة او زيت، ده اللي بيدي القوام، بيدي اللمعان بتاع الشوكولاتة. بصوا لما يتضرب بقى كل الكلام الجميل ده، مش شرط ان انت تحطي زبدة، مش شرط تحطي سمنة، ممكن حبة زيت يكفوا ويقوموا برضو بالغرض، وهيبقى برضو النتيجة ولا احلى. هضربها في الاول كده ضرب متقطع كده، علشان ما تنسيش ان كل ده سخن. فانا برضو سيبته يهدى شوية كده قبل ما احطه في الكبة اهو. بعد كده بضربه. عاوزه اقول لكم صوص الشوكولاته ده زي ما انا قلت لكم ينفع معانا في كل حاجه. في كيكات، في تغطيه الكيك، في تورتايه، في ايه تاني، في سندوتشات للاطفال كده، حاجه سريعه هيحبوها جدا، وصدقيني مش هيفرقوها عن الشوكولاته الجاهزه، وهتعجبهم قوي، هتعجب الاطفال بجد. انا عندي اولادي من ساعه ما عملتها ما بيسيبوهاش عامه. بصوا بقى ما شاء الله بجد. لو حاسه ان هي تقيله معاكي ممكن تزوديها حبه لبن، بس انا شايفه ان كده القوام بتاعها حلو قوي، لان لسه لما بتتحط في العلبه وتتحط في التلاجة لسه بتتقل. بصوا ما شاء الله. اتمنى يعجبكم بجد. طريقه سهله وبسيطه لصوص الشوكولاته، او بديل النوتيلا. طبعا الاسم اللي انت تختاريه بقى اهو. انا عرفتك الطريقة سهلة وبسيطة، وحبيت ان انا اجرب كل حاجة معاكم اهو، وعملنا كمية كبيرة.
لو انت جبت يعني لو جبت برطمان صغير كده، شوف هيبقى سعره ايه، واحسبي اللي احنا عملناه بأقل التكاليف.